السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضينا البغاشة او الجلاش. في الفيديو عاوزين نقول لحبايبنا الفلسطينيين ربنا يا رب يقف جنبكم وينصركم عليهم ويبعد عنكم كل شر. نبدأ بالفيديو ونقول معانا ايه. انا معايا هنا كوبايتين دقيق. عاوزين نعمل حاجة حلوة ومعناش فلوس، حاجة بسيطة. هنعمل صينية جلاش او البغاشة ومعلقتين زيت. يلا نبدأ بسم الله ونعمل الفيديو بتاعنا. كوبايتين دنيا بتاعت الدقيق، كوباية تانية. ونعمل الشربات كوبايتين سكر من المج ده، عليهم مية ونص. كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية. وعليهم رشة ملح ليمون او نص عصرة ليمون. وهنقلبهم كده بالراحة ونضيفهم على النار. نحطهم على النار بتاخد من 7 ل10 دقايق ونطفي عليهم. وقبل ما نطفي عليهم هنحط كيس فانيليا. انا دلوقتي هحط السيرب بتاعنا على البوتاجاز. دقيق السمق. انا دلوقتي هقلب معلقتين الزيت مع كوبايتين الدقيق، اغلفهم مع بعض كده زي ما حضراتكم كده شايفين. وهضيف الميه ذرة ملح وهقلب بردك. وهضيف الميه. انتوا عارفين ميه من الحنفيه، ميه ساقعه. الميه ملهاش مقدار معين. خلاص عجنت العجينه بتاعتي زي ما حضراتكم كده شايفين الملمس عامل ازاي. هركنها كده في بوله واغطيها بفوطه مقدار نص ساعه. نرجع مع بعضينا نشكلها. ترتاحي زي ما حضراتكم كده شايفين. هقسمها 4/4. من نشا اقطع كل تلات كور. اعملها حضراتكم كده زي ما انتوا حضراتكم كده شايفين. ادي الليمونه حضراتكم انا بلمها ازاي. وانا خلاص قطعت العجينه بتاعتنا. هغلفها كده بالنشا عشان وشها ما ينشفش. وهسيبها ترتاح لمده 5 دقايق ونرجع مع بعضنا نشكلها. وانا خلاص العجينه بتاعتي ارتاحت. مره بالطول ومره بالعرض. برش نشا نشفها كده من النشا. وفردة هنا 3 ودي الرابعة. انا خلاص فردت ال4 طبقات. في 4 زي ما حضراتكم كده شايفين.
عايزين حضراتكم برضك تحطوا سوداني مفيش اي مشكله، الموجود عندكم حطوه. حاجه بسيطه زي ما حضراتكم كده شايفين، عملنا منها صينيه بقلاوه والمتسمى بيها جلاش. كلها حاجات موجوده في بيتنا، مكلفتناش اي حاجه. هي مربعات، قطعها في المكسات، التقطيعه اللي هي تريحك قطعيها. يكفي. انا خلصت قطعت الجلاش بتاعنا. احط كده السمنه عليه عشان مش كتر السمنه عشان يبقى مورق. مولعه الفرن من الاول على 180. لازم نديها سمنه كفايه عشان الجلاش بتاعنا والبقلاوه يبقى مورق زي ما حضراتكم كده شايفين. كنت في الاول دهنا الصينيه على اول طبقه، دلوقتي هدخلها حراره، هدخلها البوتاجاز على 180. نرجع تستوي، نرجع مع بعض نشوف. انا خلاص طلعت الجلاش بتاعنا من الفرن، هسقيه بالسيرب اللي احنا عملناه مع بعض. ايه ده؟ حلوة. ماشي ماشي، هنوري بس المشاهدين بتوعنا وناكل. عملت ايه؟ عملنا صينيه جلاش تحفه تستاهل بقكم. لو وصلت كده لغايه الفيديو متنسيش تعملي لايك والشير والاشتراك في القناه. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في شكل الجلاش. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.